يعني أنا عايز أشكرك على هذه الفقرة الكوميدية بامتياز. أي فقرة؟ الفقرة الكوميدية اللي كانت من شوية قبل المكالمة بينك وبين الأستاذ مجدي. هذا كلام عبده همبكة ودولة همبكة وقانون همبكة ووزير دفاع همبكة لخداع الناس. أولا، السيد مجدي لم يوفي السيد نجيب ساويرس حقه. الكلام اللي قاله عن نجيب ساويرس قليل جدا، ومن حقه يدافع عن نجيب ساويرس، لأن السيد مجدي عضوا في الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية التي تتلقى أو تأخذ دعما من نجيب ساويرس، فكيف تنتظر منه أن يتحدث؟ من حقه أنه هو يدافع عن من هو على وانا ما انكرتش كده يا سامي، يعني انا ما انكرتش. ما هو ما ينفعش هو راجل وطني وراجل كان بيدعم الثورات المصريه وما زال يدعم مصر لغايه دلوقتي. هو طالما عضو في حزب الحق يدافع. مانديلا كان راجل وطني وكان يقود تنظيما مسلحا. يعني احنا لا نشخصن المواضيع، مش شخصنه، بس اللي انت بتقوله عن نجيب ساويرس وهذا التحريض، هذا التحريض اعطيني انا اديلك فرصه، انا معلق. هو ما كانش هذا التحريض. لا لا اقصد، لا لا يا استاذ ايمن، لا لا يا استاذ، ولا ما رديتش؟ من فضلك، لا انا رديت ولا لا؟ من فضلك، لا انا ما زال يزايد على انا قمت بدوري. اتفضل. لا دي مزايده، دي مزايده وانا ارفضها تماما، وانا رديت. وده فساد حوار. انت تدافع عن رجل يحرض على قتل الناس، تتكلم بحوار فاسد يقتل الناس، في حوار فاسد. الرجل هذا الرجل لا يقتل الناس، هذا الرجل كنت تتمنى انت وغيرك ان تبوسوا ايديه. لم يحدث على الاطلاق، لم يحدث على الاطلاق. ضافر شاب، ضافر شاب ضافره بمليون في رابعه، بمليون منك ومن اهلك. عيب. لا عيب. لو سمحت، تقول لي ضافره بمليون منك. طيب معذره، هذا عيب، معذره. هذا تقليل من قيمه الحوار. ايوه لازم يقوم عشان نجيب ساويرس. لو هاجمته هو شخصيا هيقعد محترم، لازم يقوم، لان انت بتهاجم نجيب ساويرس. اولا انا بشكرك يا استاذ مجدي لانسحابك. شكرا. العفو يا فندم. استاذ مجدي انسحب بالرغم ان انا كنت اوقفت الاستاذ سامي وتحدثت نيابه عنه. هو حر طبعا، لان الحديث عن ساويرس مش عنه، لو هاجمته هو ما كانش قام. طيب خليني اكمل بس جزئيه بدون ما